تحية طيبة مشاهدي الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. لأول مرة في تاريخه العنصري البشع، ها هو الكيان الصهيوني يقبل بوزير عربي في حكومة إسرائيلية. إنه الوزير صالح طريف الذي اختاره حزب العمل وزيرا بلا حقيبة للمشاركة في حكومة ائتلافية بزعامة شارون. ما هي أبعاد هذا التطور اللافت في السياسة الإسرائيلية؟ هل هو لتجميل الوجه القبيح للكيان الغاصب؟ أليس توزير طريف عبارة عن ورقة توت تحاول إسرائيل من خلالها ستر عوراتها الكثيرة؟ أليست خطوة مفضوحة لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون؟ ألا يمكن القول إنها لعبة مكشوفة لضرب الصف العربي داخل إسرائيل والإمعان في شرذمته والحيلولة دون قيام قوة عربية مستقلة ومؤثرة في فلسطين المحتلة؟ هل يمثل الوزير العربي الوسط العربي في إسرائيل فعلا، أم يمثل حزب العمل بالدرجة الأولى أو مجموعة من عرب الأحزاب الصهيونية لا غير؟ ألم يقاطع معظم العرب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة؟ هل طالبت الجماهير العربية أصلا بممثل عنها في حكومة صهيونية؟ كيف يقبل عربي أن يكون عضوا في حكومة تريد إخماد الانتفاضة؟ هل سيكون الوزير العربي أكثر من مجرد عجلة خامسة في عربة؟ هل سيكون دوره ترويج سياسات شارون باللغة العربية؟ لماذا أصبح دور بعض العرب في فلسطين تدعيم المشروع الصهيوني؟ ماذا يستطيع طريف أن يقدم للأقلية العربية؟ ألم يشتكي نواف مصالحة نائب وزير الخارجية الإسرائيلي ذات مرة أن قريته كفر قاري لا توجد فيها حتى أنظمة الصرف الصحي؟ كيف يقول طريف إنه سيعمل نيابة عن عرب 48 وهو حسب التسمية الإسرائيلية وزير غير يهودي وليس عربيا؟ ألا تختار الحكومات عادة أشخاصا يخدمونها بالدرجة الأولى؟ لكن في المقابل، لماذا كل هذه الحملة المسعورة على الوزير العربي الجديد؟ ماذا يريد العرب الأشاوس من فلسطينيي 48 بالضبط؟ لقد اعتبروهم لفترة طويلة ثلة من الخونة، لكن سرعان ما اعترفوا بهذا الخطأ الفادح فراحوا يدعمونهم بقوة للانخراط في الحياة السياسية في إسرائيل. هناك خياران أمام عرب فلسطين: إما الرحيل وترك الأمور للصهاينة، أو المشاركة السياسية الفعالة. ماذا فعل صالح طريف وأمثاله غير ذلك؟ ألا يمكن اعتبار وصول عربي إلى الحكومة الإسرائيلية نصرا مؤزرا؟ ثم لماذا لم تثر ثائرة أحد عندما عين نواف مصالحة نائب لوزير الخارجية وهاشم محاميد عضوا في اللجنة الخارجية والأمن؟ هل هي رمانة أم قلوب مليانة؟ لماذا انخرط بعض العرب في الحياة السياسية في إسرائيل أصلا؟ هل ليبقوا في المعارضة أو مجرد أعضاء كنيست، أم ليرتقوا إلى مناصب مؤثرة؟ ما الفائدة من دخول الحلبة السياسية إلى منتصف الطريق؟ ثم ألا تعمل الأحزاب العربية في إسرائيل بالمبدأ العربي البليد: اتفقنا على أن لا نتفق؟ لماذا لا نقول إن مهمة صالح طريف لن تكون ترويج سياسات شارون باللغة العربية، بل ترجمة الأهداف والمصالح العربية إلى اللغة العبرية؟ ألم يقل الوزير الجديد إنه سيكون صوت عرب الداخل والخارج في الحكومة الإسرائيلية، وإنه سينادي بإعادة الحقوق العربية، وأن صوته سيرتفع داخل الحكومة لإعادة الأراضي العربية المحتلة؟ هل يختلف هذا الطرح عن مشروع عزمي بشارة مثلا الداعي إلى دولة واحدة بقوميتين، أو بمعنى آخر إسباغ شرعية نهائية على اغتصاب فلسطين بشرط الاعتراف بحقوق الفلسطيني الكاملة في المواطنة؟ ألم يحاول بشارة نفسه الترشح لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل؟ هل أراد حزب العمل الإسرائيلي من خلال الوزير العربي الضغط على شارون فيصبح الوجود الفلسطيني داخل بيته الوزاري مما يجعله أكثر مرونة في خيارات السلام، ومما يزيد الضغط للوصول إلى تسوية؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة
على الوزير العربي الجديد صالح طريف عبر الأقمار الصناعية من القدس، وهنا في الاستوديو على الكاتب والباحث عوني فرسخ. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال بالرقم 488-8873، وهو عبارة عن 4 خطوط، وفاكس رقم 4885999. وبإمكانكم المشاركة الحية عبر الإنترنت على الصفحة الرئيسية على العنوان التالي www.aljazeera.net. نعود إليكم بعد هذا الفصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. سيد فرسخ هنا في الاستوديو. في البداية، لماذا كل هذا الهجوم العنيف على صالح طريف الوزير العربي الجديد في الحكومة الإسرائيلية؟ لماذا لا نعتبر وصول هذا الشخص إلى يعني أعلى المناصب في التي يحصل عليها العرب في إسرائيل نصرا للعرب؟ يعني ماذا يريد العرب أو خاصة عرب الداخل غير الانخراط في السياسة الإسرائيلية؟ بداية أريد أن أوضح قضية. السيد صالح طريف ليس الممثل الشرعي والوحيد للعرب في فلسطين المحتلة سنة 48، وإنما هو يمثل قطاعا محدودا من عرب الأرض المحتلة. الذي حدث أن عرب الأرض المحتلة إنما هم مواطنون في دولة ليست دولتهم، هي دولة اليهود في فلسطين وخارج فلسطين، والعرب في الأرض المحتلة إنما هم مواطنون في هذه الدولة التي لا تعتبرهم عربا وإنما تقول غير اليهود. وكل مؤسساتها الدستورية والهستوروت وجميع المؤسسات تميز تمييزا عنصريا ما بين العربي وغير اليهودي وغير اليهودي. في مواجهة هذا الواقع الذي لم يكن لعرب الأرض المحتلة خيار فيه، اتخذ العرب في الأرض المحتلة منذ البداية 3 مواقف. موقف الذين تكيفوا مع هذا الواقع تحقيقا لمصالح مهما تطلب هذا التكيف من تنازلات عن الهوية القومية، عن الثوابت الوطنية، عن كل قيم أخلاقية، ومشوا في هذا التيار. هذا التيار شيء. التيار الثاني أراد أن يعدل، والسيد صالح طريف قد أعتبره ممثلا للتيار الأول. التيار الثاني أراد أن يعدل بالواقع بما يحقق بعض المكاسب وبما يغير من طبيعة الدولة الصهيونية من دولة عنصرية إلى دولة تتميز بأنها ذات طبيعة ديمقراطية، دولة المواطنين. طب ومن قال لك أن صالح طريف والجهة التي يمثلها صالح طريف لا تعمل من أجل هذه المبادئ التي تتحدث عنها ضمن الفئة الثانية من العرب الذي قال ذلك صالح طريف. دخول صالح طريف في الوزارة يعني التزامه بخط الوزارة. وعودتنا الوزارات الإسرائيلية أن يكون منهاجها هو المنهاج الانتخابي الذي يقدمه رئيس الوزراء. وشارون حدد موقفه بوضوح أنه ضد عودة اللاجئين، ضد تقسيم القدس، مع الاستيطان، وليس الاستيطان فقط في الضفة والقطاع، وإنما طرح استيطانا جديدا تعميقا تهويد الجليد. طيب، كي لا نتوسع كثيرا في القضية الفلسطينية، طبعا موضوع واسع جدا، لنسمع من السيد طريف ردا على هذا الكلام. سيد طريف، سمعت هذا الكلام؟ مساء الخير أولا، وكل عام وأنتم بخير لكم ولجميع أبناء المجتمع العربي والعالم الإسلامي بهذا العيد المبارك، وخاصة تحية عطرة لأهلنا في المناطق المحتلة وخاصة في داخل هذه البلاد. ثانيا، سمعت أقوال الأخ عوني، أنا أقدر مجهوداته وتحليلاته للوضع، ولكن من لا يعيش الواقع الإسرائيلي وحياتنا داخل إسرائيل لا يستطيع أن يفهم ما يحدث وما يجري هنا. أن تتكلم من القدس وأن تتحدث من قطر وأن كل شيء واضحا، هذا شيء غير ممكن. أنا شخصيا أقول بشكل قاطع، لنا هدف واحد جميع الممثلين العرب داخل البرلمان. هنالك شخصيات مثلا زي الشيخ كامل خطيب، وأنا أقدره، من الحركة الإسلامية، من يقول دعنا لا نلعب اللعبة الإسرائيلية ولا نريد أن نشترك في الانتخابات، لا نريد أن نصل إلى البرلمان ولا أن نكون جزءا من هذه المؤسسة، وهو في موقفي وأنا أقدره، أعارضه ولكن أقدره وأحترمه. ولكن كل من يدخل البرلمان الإسرائيلي
يتنافس ويتقاتل إلى الوصول إلى هذا البرلمان، ومن ثم يقسم الولاء للدولة لقوانينها ومؤسساتها، وهي دولة يهودية. وحتى القانون الإسرائيلي يقول كل حزب حتى إذا كان عربيا ومسمى بأنه اشتراكيا وديمقراطيا ووطنيا إلى آخره لا يستطيع أن يتنافس في الانتخابات إذا لم يعترف بأن دولة إسرائيل هي دولة أولا يهودية وثانيا ديمقراطية. هذه هي اللعبة التي يجب أن نضعها على أرض الواقع. كل الأهداف الأخرى التي نتكلم عنها هي أهداف مشتركة للأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان العرب. هكذا تعاوننا في الدورات الأخيرة للبرلمان الإسرائيلي بمواضيع مختلفة. مثلا أنا والأخ عزمي بشارة أنهينا تشريع قانونين مهمين لعرب إسرائيل بإدخالهم للشركات الحكومية، بإدخالهم للمؤسسات الوزارية، يكون هناك مساواة بينهم وبين اليهود. يعني كل هذه الأشياء هي جزء من اللعبة البرلمانية التي نقوم بها. وعلى هذا أنا أقول أن نفصل بين الواحد والآخر لا. ما يفصلنا أو ما يفرقنا عن بعضنا البعض هو الوسيلة، الطريقة التي نريد بها أن نؤثر أو أن نعمل من أجل مصالحنا وأهدافنا. هنالك من يقول يجب أن نكون فقط في إطار عربي وحزب عربي لا غير. هنالك من يقول لا يمكن أن نترك المشاركة العربية اليهودية، مثلا الجبهة، والجبهة مثلا حزب الجبهة الذي يرأس الأخ محمد بركي هو يعني حزب عربي يهودي وهم لا يتنازلوا عن ذلك. وهنالك من يقول بأن تواجدنا في أحزاب إسرائيلية كبيرة كحزب العمل واليسار الإسرائيلي هي أفضل وأقوى لنا أن نؤثر على الحلبة السياسية، وهذا ما يظهر. ولكن أنا أقول كل هذه التعددية هي جزء من اللعبة الديمقراطية التي نلعبها داخل السياسة وداخل اللعبة التي قررها القانون الإسرائيلي. نحن لا نقرر القانون الإسرائيلي، الأكثرية تقرر، والأكثرية يهودية صهيونية، ويجب مرة واحدة أن نعترف بالحق. من يكون خارج هذه اللعبة له ما يقول ويستطيع أن يشتكي وأن يقول كل كلمة وكل انتقاد. لنا نقاش، يجب أن نحترم هذا النقاش. ولكن من يدخل داخل هذه اللعبة ويبدأ بالتفريق بين هذا وذاك، بين عروبة هذا ووطنية ذاك، ومن يبدأ بالحوار حول هذا الموضوع ليظهر من هو أكثر قومجي ومن هو شعاراته أكبر، هذا الموضوع أنا أتأسف له. طيب صالح سيد طريف، ويجب علينا أن نعي الواقع. طيب سيد طريف، سيد فرساخ، هل تستطيع أن ترد على هذا الكلام؟ نعم. طيب. أنا أذكر السيد طريف بما قالته جولدا مائير في سنة 73. قالت لا نستطيع أن نطمع من العرب أن يوافقوا على الهجرة اليهودية الواسعة ولا على الاستيطان. وأنا أسأل السيد طريف ما موقفه من طرح شارون إلى استخدام 1,000,000 يهودي وإلى تهويد الجليل؟ طيب بدلا من هذا السؤال، لماذا لا ترد على الكلام الذي تفضل به سيد طريف قبل قليل؟ قال كلاما مهما يرد على كل هذه المزاعم التي طرحتها قبل قليل. لماذا لا ترد عليها قبل أن تطرح عليه سؤال؟ أرد عليها. ممكن أن أجاوب الأخ عوني؟ تفضل يجاوب. لا بس دقيقة واحدة، أريد جوابا لأنه الدور للسيد عوني. تفضل. تفضل. في الواقع العملي هناك أنت تقول أنه يعني أنت تميز بين أنواع من العرب وفئات من العرب داخل فلسطين المحتلة، لكن يعني السيد طريف قال أنه الجميع كل هذه الأحزاب في نهاية المطاف تعمل تحت مسمى يهودي. إن كنت عربيا ديمقراطيا سميه ما شئت، الاختلاف هو في الوسيلة وفي الطريقة. لا، الاختلاف ليس في الوسيلة والطريقة، الاختلاف في النتيجة. الوسيلة الكل يطلب مساواة، لكن هناك موقفين من المساواة. مساواة تركز على بعد واحد وهو الحقوق المدنية، والسيد طريف من هذا البعد، ومساواة تركز على بعدين، الحقوق المدنية والحقوق القومية، والسيد عزمي بشارة من هذا البعد. هناك تمايز واضح بين موقف عزمي بشارة وما يمثله بدعوته إلى دولة المواطنين يعني؟ والموقف الذي يمثله السيد صالح طريف وغيره الذين يركزون على المساواة في الحقوق المدنية. أنت ويجب أن نميز بين أن يكون وزيرا، الوزير مسؤول عن السياسة التي تنفذ، ثم نسأل سؤال: لماذا الآن جاءوا بوزير عربي؟ أنا في تقديري
أن سياسة شارون وتحالف جزء من حزب العمل معه هو يتم على أساس سياسات صهيونية رافضة أولا على أساس القضايا النهائية للقضية الفلسطينية، وأيضا رافضة أن يكون هناك حقوقا قومية للأقلية العربية في إسرائيل. هذا الموقف سوف يولد استفزاز، هذا الاستفزاز سيؤدي إلى تحريك الواقع القومي في داخل الأرض المحتلة 48 كما في الأرض المحتلة 67 كما في المحيط العربي. لا بد من إجهاض هذا الواقع من خلال توزير عربي يمثل حصان طروادة لاختراق الجبهة العربية. عزم البشارة له كلمة جيدة، قال إن الحزب العربي الديمقراطي أول من طالب في وزير عربي، ولكنه لن يكون هذا الوزير إلا من الأحزاب الصهيونية، وحزب العمل حزب صهيوني. من هنا جاءوا بإنسان. ثم السؤال، بإنسان ماذا؟ بإنسان تريد أن تقول أن صالح طريف يمثل الحزب الصهيوني، حزب العمل الصهيوني بالدرجة الأولى؟ هل ينكر ذلك؟ سيد طريف، كيف ترد على هذا الكلام؟ أنت لا علاقة لك، يعني لا تمثل العرب، عرب 48، عرب الداخل، الوسط العربي، سميه ما شئت، لا من بعيد ولا من قريب، أنت ممثل لحزب طيب دقيقة، لفئة معينة. أنت بالدرجة الأولى يعني تمثل حزب العمل الإسرائيلي ليس إلا، أو مجموعة العرب في الأحزاب الصهيونية إذا صح التعبير. كيف ترد؟ والله يا دكتور فيصل القاسم، يعني أعلم بأن المستمع والمشاهد العربي ليس غبيا، وكل من يسمعكم من عرب إسرائيل يضحك، يعني يضحك عندما يسمع الأخ عوني، ولكن أنا أتفهمه. يعني هو لم يجيبك على سؤالك بالنسبة لأقوالي، بدأ يسأل أسئلة أخرى. أنا سأجيب بصراحة، لأن هذا مهم جدا للتوضيح فقط. نحن لسنا في فترة دعاية انتخابية لنتكلم عن الحزب هذا أو ذاك أو عضو الكنيسة هذا أو ذاك، ولا دعني أقول له. هو يسأل هل أنا يعني أقبل أقوال شارون وأقوال جولدا مائير. يا أخ عوني، ليس فقط لا أقبل، أنا أعارض وأحارب، ولن أقبل ولن أرضى، ولا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأقوال أبدا. انسى الموضوع. ثانيا، هو يسأل لماذا نجيء بوزير عربي في هذه الأيام. من يجيء بوزير عربي؟ شارون قال كل الوقت كنا النواب العرب نقول نحن يعني لا نتفهم رؤساء الوزراء المنتخبون بأنهم لا يدعون العرب للمشاركة في الحكومة. وكم سررنا بأن إيهود باراك عندما أراد أن يقيم حكومته الوطنية العربية بين قوسين الكبيرة مع الأحزاب المتدينة ومع الأحزاب اليمينية، وأنا جزء من العمل لا أنكر ذلك، دعا كل الأحزاب العربية بما فيهم الدكتور أحمد طيبي وعزمي بشارة وكل الأخوان، وكانوا مسرورين جدا أن يسمعوا ويلتقوا بإيهود باراك ويناوروا ويحاوروا حول الدخول إلى مثل هذه الحكومة. هل هذا سيء؟ هل ليس هذا جزء من اللعبة السياسية التي يجب أن نلعبها؟ وأنا أسألكم بالله، يعني عندما أنا موجود في حزب العمل، وخلي الأخ عوني وكل الإخوان يعني يشتموا حول الحزب هذا أو ذاك، وأتأمل أن يكون لنا الوقت الكافي لنجيب. القضية أنه هل أتنافس إلى الوصول إلى أعلى المناصب أم لا؟ هل هو هدف عربي أن نصل إلى موضع القوة؟ إذا لم نريد أن نصل إلى الكنيسة أوكي، ولكن إذا وصلنا إلى البرلمان فلماذا تنافسنا على رئاسة لجنة الكنيسة ووصلنا ونقرر في الكنيسة أكثر من كل حزب، وهذا معروف. طيب سيد طريف، كنت في الداخل نائب وزير داخلي. سيد طريف، سأعطيك المجال، سأعطيك المجال. لا سيد طريف، جملة أخيرة. جملة أخيرة. يقول الأخ عوني دولة كل مواطنيها. أنت تعلم بأن هذا الشعار كان دعاية الانتخابية لإيهود باراك القومجي الكبير، بأن إسرائيل يجب أن تكون دولة كل مواطنيها. طيب. على ماذا نتكلم؟ طيب سأعطيك المجال. مشاهدي الكرام، نعود إليكم بعد موجز الأنباء من غرفة الأخبار. إلى اللقاء. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. سيد فرسخ، سمعت السيد طريف عبر الأقمار، يعني كان يقول أنا أريد أن أسأل سؤالا بسيطا في البداية، هل أنت مع انخراط عرب الداخل أو فلسطينيي 48 في اللعبة السياسية الإسرائيلية، أم أننا نريد يعني أن نعمل بالمبدأ العربي القديم الذي يعني خون هؤلاء ورمى عليهم كل أنواع التهم؟ في البداية، هل أنت مع
أنه يعني يمارسون نشاطا سياسيا ضمن الظروف المتاحة؟ 100% أنا مع الممارسة. وكيف تمر على هذه الممارسة؟ لكن الممارسة ليست ذات بعد واحد. أيوة بالضبط. الواقع الصهيوني ككل واقع في العالم، هذا الواقع أمامه في موقفين: موقف الخضوع لأحكامه والقبول بها والاستسلام لها من موقع الضعف والقبول بها، وموقف التفاعل مع هذه الأحكام لتغييرها وتعديلها. الإنسان لم ينتقل من العصر الحجري إلى عصر الفضاء لو قبل الواقع على علاته. كويس. الذي حدث والذي يحدث الآن في الأرض المحتلة أن هناك تيارا يقبل ما يمكن أن نسميه الأسرى له، يسعى لأن يحول الفلسطينيين في الداخل ويدمجهم دمجا كاملا في الكيان الصهيوني، بحيث أن يصبحوا ماشيين تماما بقابلين بهذا الواقع بمعطياته بأحكامه الصهيونية الواقعة، وهذا ما يمثله السيد طريف. هناك جماعة أخرى تقول لا، نحن لا نستطيع أن نرفض الواقع، ولكن نسعى لتغييره بأن نفرض وجودنا عليه. مثال بسيط: حكومة باراك اقترفت جريمة قتل 13 عربي في الأرض المحتلة 48. كان لهذا الموقف ردة فعل في الشارع الفلسطيني في الأرض المحتلة 48. قاطعوا الانتخابات. السيد طريف ليس ممن قاطع الانتخابات. كويس. 2. حزب العمل انقسم. حزب العمل بالواقع العملي انقسم. أكثرية مشت في ركاب شارون لتحافظ على مصالحها، وأقلية عارضت اتجاه شارون وكان من الأكثرية التي مشت في ركاب شارون لتحافظ على مصالحها. أنا أريد أن أسأله سؤالا وليعطيني عليه: هل يعتبر حاله عربيا ملتزما؟ يعني هو عربي من حيث الاسم والنسب مع احترامي له وتقديري لشخصه كعربي من حيث الاسم والنسب، لكن هل هو عربي من حيث الانتماء للقضايا العربية، للثوابت الفلسطينية، الثوابت حتى الفلسطينية في الأرض المحتلة 48، حقوق الفلسطينيين في 48 أن يكونوا أقلية لها حقوقها القومية، وأن يتم التعامل معها باعتبارها أقلية وليست أقليات طائفية؟ هل هو مع هذا النهج أم مع النهج القائم الذي يعتبر الفلسطينيين مجموعة طوائف ومجموعة عشائر ولا يستعمل كلمة العرب؟ هذا السؤال سؤال مهم جدا. سيد طريف. يعني أنا أقدر مقام وموقف الأخ عوني بأنه يقول يجب ممارسة اللعبة السياسية داخل إسرائيل، وأنا يعني سأفصح له عن سؤاله بأني هل أنا عربيا بالمواقف العربية، باعتباره أنه لا يعيش بيننا ولا يعلم من هو صالح طريف جيدا ومن كان أهله وجده وتاريخه ونشاطه ونشاط من سبقه في العمل وفي الوطن العربي كله. هذا أولا. ثانيا، يعني أنت تقول الشيء وعكسه. من جهة تقول دعنا نمارس اللعبة السياسية الإسرائيلية، وما هي هذه الممارسة؟ هي الأسرة بحد ذاتها. يعني أنت تمارس ولكن تريد أن تبقى مشوه في نصف الطريق. أريد أن أعطيك مثلا: انتخبت في مركز حزب العمل ولم أعين من قبل أحد، لأنه قال لماذا جاء هذا التعيين الآن؟ انتخبت من قبل 1300 عضو مركز، منهم 180 عضو مركز عرب أقحاح يا أخ عوني. ثانيا، بعد دقائق وقفنا صامتين لمطأطئي الرأس عندما بدأوا ينشدوا القانون النشيد الوطني القومي الإسرائيلي، وهوجمت من قبل الكثير من الإخوة اليهود على ذلك. لماذا لا أنشد هذا النشيد؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ إذا أردت أن تسأل عن المواقف العربية فاسأل فيصل الحسيني عندما كنت رئيس لجنة الداخلية من قبل حزب العمل ليس من قبل حزب عربي، وأخذت هذه اللجنة كلها أول مرة في تاريخ إسرائيل لزيارة بيت الشرق اعترافا بالحق الفلسطيني على شرقي القدس. عن ماذا تتكلم؟ تخفيت بزي عامل عربي بالكوفية العربية لكي أفحص معاملة الجنود على الحواجز للعمال العرب في ساعات الصباح المبكرة. عن ماذا تتكلم؟ القضية هي تصفية كلام أو فلسفة لغوية حول هذه المواقف أو ذاك، أو الأفعال على أرض الواقع. لي سجل لا أريد أن أذكره هذه، ولي مواقف واضحة. وإخواني أعضاء الكنيسة العرب
الحقيقة بإنصاف إذا سئلوا لا يستطيعون أن ينكروا هذه المواقف. ربما هناك خلافات في الرأي هنا وهناك في الطريقة في الأسلوب. أنا أعمل من خلال حزب العمل. أنت تعلم بأن حزب العمل الذي دخلته سنة 83 كان فيه عشرات الآلاف من المواطنين العرب. كان أكبر من يحصل على أصوات من العرب هو حزب العمل الإسرائيلي. أنت تعلم بأن هذا الحزب كان أكبر حزب ولا زال في الكنيست الإسرائيلي، وأن هنالك أحزاب عربية مشرذمة. للأسف هنالك 7 نواب وعندهم 6 أحزاب. هنالك الجبهة، حزب عربي يهودي يستند على الأصوات العربية وهو الوحيد الذي يملك 3 أعضاء برلمان. هل نستطيع أن نصل إلى نتائج كعضو كنيست من خلال 120 واحد عربي؟ لأنه عندنا شعارات وعندنا يعني خطابات قومية بارعة وممتازة. هذا السؤال مطروح، وأنا أتأسف أحيانا بأن مرة أخرى يعني ندخل في سجل الأحلام والفلسفة اللغوية الرفيعة الحقيقة، لأنه لا أجيدها أنا جيدا. ولكن من ناحية أخرى أنا أريد أن أبقى على هذا الأسلوب وهذا الطريق، بأن أعمل على أرض الواقع وأنا أتكلم أقل. طيب سيد طريف، لكن هناك سؤال، يعني كيف تقول مثلا أنك تريد أن تمثل عرب الداخل وعرب الخارج وستحاول يعني بكل جهدك لتحقيق الحقوق العربية إلى ما هنالك، وهناك من يقول في الوقت نفسه إن الكثيرين من العرب أو معظم العرب لم يشاركوا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هذه المرة، وهناك من يقول أيضا بأن الجماهير العربية في داخل فلسطين المحتلة ليسوا بحاجة إلى وزير عربي يمثلهم في حكومة صهيونية. من جهة أخرى يقولون كيف يقبل صالح طريف بأن يكون وزيرا في حكومة قاطعتها يعني حتى معظم الأحزاب الإسرائيلية، حتى حركة ميرتس الصهيونية وحركة شينوي وغيرها قد رفضوا المشاركة في هذه الحكومة بسبب يمينيتها، والثاني بسبب قوة الأحزاب المتدينة فيها. ولكن صالح طريف يبحث عن المنصب والمنصب فقط، حتى لو كان منصبا في حكومة شارون وفي حكومة عنصرية تشمل حزبي زائيفي وليبرمان، وهما أسوأ العناصر في المجتمع الإسرائيلي. ولو كانت هناك أي استقامة في العلاقات الدولية لفرض عليهم نظام المقاطعة إلى ما هنالك. يعني كيف تقبل أنت أن تكون في هذه الحكومة وإسرائيليون آخرون رفضوها؟ أولا أخ فيصل، سألت أسئلة كثيرة وأتأمل أن لا أنساها. طيب. أنا يعني أريد أن أذكرك بأن قاطعنا الانتخابات غضبا على إيهود باراك. زعلنا على إيهود باراك وبحق، والوسط العربي لم يصوت بأغلبيته الساحقة، وساعدنا على إسقاطها وصعد شارون. يعني هل زلنا غاضبين؟ يعني إحنا في قضية زعل عشائري؟ أنا مش فاهم. وما هي النهاية؟ هل نستطيع أن نستبدل شارون بالأخ طلب الصانع أو بأحمد الطيبي؟ أنا لا أدري. نحن نعيش في دولة الأكثرية يهودية ولن تكون فيها إلا حكومة صهيونية يهودية، ونحن نستطيع أن نكون جزء منها ونكون خارجها. وبما تسأل حول انضمامي إلى مثل هذه الحكومة اليمينية، أريد أن أقول بعض الحقائق. أولا، حتى هذه اللحظات لم يدخل إلى الائتلاف الحكومي الحزب السافل، دعنا نقول اليميني المتطرف برئاسة غاندي وليبرمان، وأنا ممن رفض أن يدخل حزب العمل هذه الحكومة إذا كان فيه هذا الحزب المتطرف. ولكن أولا، حزب العمل قرر بأكثرية ثلثي أعضاء الدخول إلى هذه الحكومة. ثانيا، السؤال هل أتنافس وأخذ موقع للتأثير من داخل الحكومة أو أن أبقى خارجا وأن أغني النشيد القومي العربي والفلسطيني. رابعا، يعني القضية هي إذا نظرنا إلى الأطر والخطوط العريضة للحكومة الجديدة بالاتفاق بين الليكود والعمل، فنرى أن حكومة شارون، وأنا لا أريد يعني أن أقول عن شارون أشياء طيبة كثيرة، حكومة شارون التي تؤلف في خطوطها العريض الآن تستند على الشرعية الدولية في قراراتها 242338، ورفض شارون حتى أن يعطي تصريح لليبرمان وغاندي بأنه يريد أن لا يعترف بكل ما اتفق عليه في طابا، كيمب ديفيد وأوسلو. طيب. هذا كانت خطوط عريضة أفضل مما استندت عليه حكومة باراك التي ساندناها نحن كل النواب العرب هنا وهناك، وحتى في أغلب الأحيان لم نسقطها إلا بعد الانتفاضة. طيب سيد طريف، سأعطيك المجال بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. سيد دعوني فرسخ، سمعت كلام السيد طريف، لا أدري إذا اقتنعت بما أجابك من على التساؤلات بخصوص انتمائه وإلى ما هنالك من هذا الكلام. وطرح هو يعني العرب في الخارج يعني يقولون أنه يعني كيف تكون عضوا في حكومة صهيونية أو وزيرا في حكومة صهيونية. هل يعني ممكن أن يكون في إسرائيل يعني بين قوسين حكومة غير صهيونية كي يشارك فيها العرب، يعني أو ننتظر كما قال قبل قليل حكومة برئاسة طلب الصانع وعندئذ توافقون على المشاركة فيها مثلا؟ بداية أود أن أوضح نقطة. أنا لم أهاجم أصل السيد طريف، وأنا أعرف أنه ينتسب إلى فئة لها ماضيها ولها حاضرها في النضال العربي. هو ينتسب، ولكن ليس شرط النسب أن يكون الإنسان كاملا. كثيرين من الناس يتغنون بالجدود ويعملون العكس. صحيح. هذه أول نقطة أريد أن أوضحها. أنا أحترم ما ينتسب إليه، ولكنني لا أحترم ما يفعل، وأختلف معه حول ما يفعل وما يسعى لأن يفعل. اثنين، ليس شيء طبيعي أن تكون الحكومة في إسرائيل صهيونية، ولكن هذه أسوأ حكومة صهيونية، بدليل كما تفضلت وكما قلت قبلها أن أحزاب اليسار أو ما يسمون اليسار الإسرائيلي وحتى من حزب العمل ضد هذه الوزارة. طيب بس القضايا الأساسية. بس دقيقة واحدة سأعطيك المجال، بس لكن ألا تعتقد أن العرب يقعون في خطأ فادح عندما يبدأون بالمقارنة بين هذا الحزب الصهيوني وذاك، أو بين هذه الحكومة الصهيونية وتلك؟ مثلا يأتي باراك، يبدأ العرب يهللون وتعيش الحياة العربية على دقات الانتخابات الإسرائيلية، دقات ساعة الانتخابات الإسرائيلية. يعني هل هناك فرق أصلا بين حكومة بقيادة شارون أو باراك أو بيريز؟ كلهم صهاينة وكلهم سفاحون ومجرمون في نهاية المطاف، وأنت شاهدت ماذا فعل بيريز وبعده باراك كيف كسر الانتفاضة وهلق شارون. فإذا لماذا هذا التناقض العربي؟ ليس هناك تناقض. عفوا، أنا لم أقل أن ودوما أكتب أنه لا تمايز موضوعي بين العمل والليكود وأئمة إسرائيل، لكن الظرف التاريخي الذي نعيشه متميز. أيوة. الدخول في وزارة إسرائيلية مقبول عندما يكون الظرف يخدم القضية العربية، ومرفوض عندما يكون الظرف معادي للقضية العربية. الظرف الآن هناك وزارة تستهدف تشجيع الاستيطان، تستهدف تهويد الجليل. القضية بالنسبة للأهل في الأرض المحتلة 48 الأساسية هي قضية الأرض. ما هو الموقف تجاه وبالإضافة إلى ذلك تدمير الانتفاضة والقضاء على الانتفاضة. أنا أقول محتلة 48. طيب 48. الموقف الأساسي، والموقف الأساسي بالنسبة للمحتل 67 هو الانتفاضة ومستقبل الانتفاضة. هذه الوزارة تستهدف الأمرين: قمع الانتفاضة وإجهاضها بالقوة، والشروط الذي وضعها شارون على ياسر عرفات أن يصدر بيانا بوقف العنف ليبدأ المفاوضات. عملية واضحة جدا أن هناك عملية لقمع الانتفاضة. اثنين، في الأرض المحتلة 48 هناك حوالي 200 ألف عربي لاجئين في خارج ديارهم. ما هو موقف السيد طريف من هذا القضية؟ ثلاثة، هو ينعى على الأحزاب العربية تشرذمها. ماذا عمل لتوحيد هذا التشرذم؟ أليس من واجبه أن يكون ضمن التيار الذي قاطع الانتخابات؟ صحيح حزب العمل كان يستقطب نخب عربية كثيرة، ولكن نمو الجالية الأقلية العربية أدى إلى الانسحاب. الآن في تريد من صالح طريف أولا أن يحل لك مشكلة أكثر من 200 ألف لاجئ، وهي مشكلة تؤرق العالم بأكمله. وثانيا تريد أن توحد لك العرب، يعني حلم في نهاية المطاف نريد أن نضع موضوع الوحدة العربية في ساحة صالح طريف. أنا لا أقول توحيد العرب أو توحيد العرب داخل فلسطين. داخل فلسطين المفروض بالذي يقول أنه ينتمي للتيار العربي أن يمشي مع الأكثرية التيار العربي. التيار العربي كيف يمشي وهم منقسمون إلى طوائف سياسية؟ يعني عندك أكثر من 5 قوائم عربية تدخل الانتخابات، كل 2 3 بيعملوا حزب، بعد 3 أيام كل واحد بيعمل حزب لحاله، يعني بيعملوا بالطريقة العربية الأصلية. فرقوا دائما. أنت رأيك أنه هو جزء من مشكلة. ماذا عمل لمواجهة هذه المشكلة؟ طيب. هل هو اندفع في معالجة هذه المشكلة أم أنه كان أيضا جزء من المشكلة؟ طيب
سؤال مشكلة وجيه. التشرذم. لدينا بعض المشاركات. السيد محمود محارب من فلسطين، وهو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي. تفضل يا سيدي. مساء الخير. يا هلا. بالنسبة للأسئلة التي طرحتها أخي الدكتور فيصل، وخاصة بالنسبة لترشيح عربي لرئاسة الحكومة الدكتور عزمي بشارة، أود أن أوضح الآتي: هذا الترشيح هو تحدي للطبيعة الصهيونية اليهودية لإسرائيل، ولتوضيح أن عربي لا يمكنه أن يكون رئيسا للوزراء، وقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا ليسمعه القاصي والداني. وهذه المقارنة التي قمت بها مع تعيين وزير عربي في الحكومة ظالمة، لأنه لسبب بسيط، أن عربي يمكن أن يكون وزيرا في وأن يأتمر وينفذ سياستها، بينما ترشيح عربي لا يمكن أن يكون عربي رئيسا للوزراء. ثانيا، قمنا بترشيح عربي عزمي بشارة. الدكتور عزمي بشارة رشح نفسه. طيب بس سيد محارب، أنا أريد أن أسأل سؤالا بس دقيقة واحدة. أنت تقول أن وجوده في الحكومة يعني أنه سيلتزم بسياساتها وسينفذ أوامرها إلى ما هنالك. أيهما أخطر، أن تكون في البرلمان الكنيست أو أن تكون في الحكومة؟ أليس البرلمان أو الكنيست هو الذي يسن القوانين ويشرع وإلى ما هنالك؟ وفي نهاية المطاف وجودك في الحكومة أقل ضرر، لأنك لا تشرع، أنت تنفذ على أقل تقدير، يعني على أبعد تقدير. لا، الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن تسيير الدولة. البرلمان يمكن أن تكون في المعارضة ويمكن أن تكون في الحكومة، والأحزاب العربية في المعارضة، ليست مسؤولة عن أعمال الحكومة. الوزير في الحكومة مسؤول، ويمكن أن يقدم صالح طريف إذا ما اقترف شارون جرائم، لأنه مسؤول في هذه الحكومة، يمكن أن يقدم لمحاكمة، ودماء الشهداء ستطارده، لأن الحكومة هي التي تقرر الاغتيال، هي التي تقرر القتل، وهو عضو فيها. لذلك هناك فرق شاسع وكبير وواضح، أعتقد بأنه بين أن تكون معارضة حقيقية تناضل أيضا في البرلمان وتناضل أساسا جماهيريا ضد سياسة الحكومة. ولكني أريد أن أقول التالي: صالح طريف قام بالكثير من قال الكثير من التضليل، وقبل أن أرد إلى هذه التضليلات أريد أن أطمئن المشاهدين أن شعبنا الفلسطيني داخل الخط الأخضر بخير، وأن ساعد الحركة الوطنية داخل الخط الأخضر في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة يشتد ويقوى يوما بعد آخر. ثانيا، هناك فئة قليلة من الناس تخلت عن شعبها وانخرطت في الأحزاب الصهيونية وربطت مصيرها مع السلطة الإسرائيلية القمعية والعنصرية ومع سياساتها الإجرامية بحق شعبنا، ومنهم صالح طريف. ثالثا، إن مطلبنا ومطلب شعبنا ومطلب جميع الأحزاب العربية هو تغيير سياسة الحكومة الإسرائيلية تغييرا جذريا، ووضع حد لسياسة القمع القومي والتمييز العنصري، ووضع حد للاحتلال والاستيطان. رابعا، من أجل تحقيق أهدافنا لا يمكننا أن نحقق هذه الأهداف بالانضمام لحكومة قمعية، وإنما بالنضال لإسقاطها. وقد أثبت نضالنا منذ عشرات السنين وحتى اليوم أن نضالنا الجماهيري الشعبي تمكن من تحقيق الكثير من حقوقنا. علاوة على ذلك، وأريد أن أقول التالي: علاوة على رفضنا الصريح والواضح لمشاركة أي عربي في الحكومة، أوضح الآتي: صالح طريف لم تنتخبه أي مؤسسة أو حزب عربي، بل انتخبه حزب العمل الصهيوني، فهو يمثل حزب العمل ويمثل سياسة الحكومة بين الجماهير العربية. هو لا يمثل العرب في الحكومة، وإنما يمثل سياسة الحكومة القمعية والإجرامية اتجاه العرب. طيب سيد محارب، أنا أريد أن أسأل سؤالا: هل تريد أن تقول لي أن الأقلية العربية داخل فلسطين المحتلة إسرائيليا الآن تصوت في معظم الأحيان للأحزاب العربية؟ أنا لدي إحصائيات هنا تقول أن في بعض الأحيان عندما كان العالم بأجمعه ضد نتنياهو، حتى أمريكا وأوروبا والعرب وكل شيء ضد نتنياهو، معظم العرب داخل فلسطين المحتلة صوتوا لصالح نتنياهو. في الانتخابات لباراك 95% منهم صوتوا لباراك. فلماذا نضع اللوم على هذا الوزير العربي أو هذا العضو العربي في البرلمان، ولا نتحدث عن القاعدة العربية التي عادة تصوت لأحزاب صهيونية؟
دكتور فيصل، لذلك عزمي بشارة رشح نفسه لكي لا يتكرر هذا الأمر. نحن قلنا أن هناك طريق آخر. نحن لسنا عبيدا لحزب العمل لبراك أو نتنياهو، وقد نجحنا في ذلك. أكثر من 82% في الانتخابات الأخيرة قاطعوا هذه الانتخابات. وهنا أيضا احترمنا العدو الخصم، قال أنه تشكلت قوة عربية مستقلة عن الولاء للأحزاب الصهيونية. أريد أن أكمل رجاء. صالح طريف اختار أن ينخرط في حزب العمل الصهيوني المسؤول الأول عن معظم الجرائم التي ارتكبها حزب العمل ولا يزال يرتكبها ضد شعبنا. كذلك لم يرفض صالح طريف الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بل خدم في الجيش الإسرائيلي وتخرج برتبة رائد. وعلي أن أسجل هنا أن مئات بل آلاف الشباب العرب من الفلسطينيين من الطائفة الدرزية رفضوا الخدمة الإلزامية في الجيش، وطوردوا ولوحقوا، وزجت بهم سلطات الاحتلال السلطات الإسرائيلية في السجون. ورغم كل ذلك ظل صالح طريف يؤيد الحكومة ولا زال يؤيد فرض الخدمة الإلزامية على شبابنا العربي الفلسطيني من الطائفة الدرزية. طيب. وعلى ذلك قام صالح طريف الآن بمجموعة من الادعاءات للأسف الكاذبة. فهو في الكنيست صوت مع قانون العودة، هو في الكنيست صوت لصالح تجنيد اليهود المتدينين بخصوص قوله أن باراك يؤيد دولة المواطنين. هذا أيضا نصف حقيقة. باراك يؤيد دولة يهودية ولجميع سكانها، قال هناك تناقض واضح بين دولة المواطنين وبين دولة يهودية. دولة المواطنين تعني أنه لا تكون هذه الدولة دولة يهودية. علاوة على ذلك نحن تمكنا من أن نحصر نفوذ الأحزاب دكتور فيصل القاسم. طيب أشكرك سيد محارب. نعم. الكثير من النقاط بس دقيقة واحدة سيد. لدينا مداخلة أخرى من الشاعر والسياسي العربي الفلسطيني سميح القاسم. تفضل سيدي، دقيقة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أولا أن أتوجه بأطيب التمنيات لأشقائي العرب والمسلمين بمناسبة هذا العيد المبارك. عرب 48 هم جزء حي ونشط من الشعب العربي الفلسطيني ومن الأمة العربية. والوضع الاستثنائي الذي وجدنا أنفسنا فيه وضع أمامنا تحديا تاريخيا، تحدي البقاء. وتحدي البقاء في الوطن والتجذر طرح علينا عدة معضلات سياسية كنا نتمنى أن نستغني عنها، لكن للبقاء في الوطن كان لابد لنا من دفع هذه الضريبة، ضريبة البقاء، وهي القبول لبعض الرموز والقواعد الإسرائيلية والصهيونية، ومنها مثلا المشاركة في الانتخابات. أصلا منذ البداية كان لدينا طرح يقول بأننا لسنا جزءا من هذه الدولة، وينبغي أن لا نشارك على الإطلاق في فعالياتها السياسية. لكن كان هناك طرح آخر يقول بأننا من أجل البقاء ومن أجل الشعارين الأساسيين السلام والمساواة، وهذان الشعاران يعنيان بالنسبة لنا قيام الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والمساواة تعني بالنسبة لنا أننا لسنا من القادمين الجدد، ولسنا سياحا، ولسنا رهائن في وطننا، ولا نريد أن نكون رهائن في وطننا. لذلك نشأت لدى الأغلبية الساحقة الرغبة في المشاركة السياسية النشطة، وحتى الأمس القريب كان أكثر من 50% من إخواننا العرب يصوتون للأحزاب الصهيونية. وبنضال طويل ومرير تمكنا بالفعل من تعميق الوعي القومي
وتعميق الهوية الوطنية، وتمكنا من إنقاذ هذا الشعب من مشاريع الأسرلة ومحو الذاكرة ومحو الانتماء. بالنسبة لموضوع الوزارة، أعتقد أننا نضخم الموضوع أكثر مما يستحق. أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن نرفض الدعوة الصهيونية في الأساس، والتي تجسدها أيضا بعض الطروحات الغبية من الجانب العربي التي تريد عزلنا كاملا عن الحياة السياسية وعدم التأثير. نحن نختلف مع الأخوة العرب في الأحزاب الصهيونية، لكن نحن معهم ضد اليمين الصهيوني المتشنج الذي لا يريد وجودهم هم أيضا. فيجب أن نذكر أن وصول عربي لمقعد الوزارة لم يكن إلا نتيجة للصراع بين شارون الذي طالب بترشيح عربي للوزارة قبل حزب العمل، ولذلك تسلل صالح طريق إلى كرسي الوزارة كان نتيجة للصراع بين حزب. طيب، يبدو فقدنا الاتصال مع السيد القاسم. سيد طريف. نعم أنا معك. طيب، طبعا لا شك سمعت إلى محمود محارب وسيل الاتهامات التي وجهها لك، وقال أن جاء في بعض كلامك الكثير من الأكاذيب. نعم، أنا أتأسف على هذه الألفاظ وأتأسف على هذه الاتهامات، وأدعو كل الإخوة العرب اتركونا من هذه الاتهامات وهذه الأقوال. اتهمت بأني صوت بجانب القانون الذي يجند المتدينين اليهود، وأنا رئيس لجنة تسمى بلجنة تال الذي تشرع في إسرائيل القانون لعدم للسماح للمتدينين اليهود بعدم التجند للجيش. أنا انتخبت من اللواء العربي والدرزي ولم انتخب من اليهود، وأصريت على هذا الانتخاب. قال أنا أسأله سأحاكم إذا حصل ما في حكومة شارون، وهل يعني يتأكد الأخ بأنه إذا قامت حكومة شارون بأي عمل عدواني سأبقى في هذه الحكومة؟ ولكن أسألكم بربكم، هل يعني يجب أن نحاكم الأخ الأصيل نواف مصالح الذي كان نائب وزير الخارجية في حكومة باراك عندما حدثت الانتفاضة وشهد وسقط 13 شهيدا داخل إسرائيل والمئات من الشهداء داخل مناطق على أعمال هذه الحكومة؟ أسألكم بربكم، وأسأل يعني ما هذه الأكاذيب وما هذه الاتهامات الفارغة، ولماذا هذه التهجمات؟ يعني عندما يتكلم عن ترشيحنا لرئاسة الوزراء التي لم تتم في السابق، يعني ينسى بأن بترشيحي كوزير كسرت حاجز وكسرت طابو واخترقت هذا الحاجز، لأنهم لم يتكلموا أبدا حتى الآن عن ترشيح عربي أو تعيين عربي كوزير داخل الحكومة، وأنا لم أعين. أنا انتخبت من مركز حزب ومن مجموعة تعادل 1300 عضو مركز. وأقول يعني ذكرت أشياء كثيرة. ماذا عملت يسأل الأخ عوني فرسخ لمنع التشرذم في الأحزاب العربية؟ أنا قلت قبل عدة أشهر في أكبر اجتماع كان في الناصرة لأحزاب عربية ولأعضاء الكنيسة العرب، لو تجمع الأحزاب العربية إلى حزب واحد لن أبقى في أي حزب آخر، وسأكون نشيطا حتى في آخر هذا الحزب إذا كان تجمع عربي لتجميع الصوت العربي ولزيادة القوى العربية. نحن نقوم بكل هذه الأعمال للأسف، ونحارب هنا وهناك ونقول آراءنا. نحن غير ملتزمين بالآراء الصهيونية لحزب العمل. نحن حاربنا حزب العمل عندما كان يرفض أنا والأخ نواف مصالحة الاعتراف بدولة فلسطينية، وغيرنا الأطر الأساسية لهذا الحزب للاعتراف نعم بدولة فلسطينية. ومن ثم أنا إذا كنت وزير يعني سأعتنق الديانة اليهودية، أو أن أصبح شارونيا، أو أن أصبح بلغة اليمين معتنقا لهذه السياسة. هل تعلم كما قلت حضرتك بأن البرلمان هو المطبع لسياسة الحكومة؟ لأن الحكومة التي لا تستند على أكثرية برلمانية فلا تستطيع أن تستمر ولا تستطيع أن تتمم أعمالها، ولهذا البرلمان هو فعلا مطبع، ومن المعارضة تستطيع فقط أن تقوم
بتصريح هنا وبتصريح هناك، يدخل إلى الصحافة في أي داخل الصحافة بتعرف، أو عنوان بالجزيرة أو عنوان بمحطة أخرى، ولكن أكثر من ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا. طيب سيد فرسخ، سمعت هذا الكلام، يعني سؤالين مثلا، يعني لماذا لم يتحدث أحد عندما مثلا كان نواف مصالحة قبل فترة نائبا لوزير الخارجية الإسرائيلي في الوقت الذي كان فيه باراك يعني يكسر عظام الفلسطينيين كما فعل يعني من قبل رابين وإلى ما هنالك من هذا الكلام، يعني لم يتحدث أحد. الآن الجميع يريد أن يعني يدق بشخص معين. ألا يمكن القول في هذه الحالة، هذا من جهة. سؤالين عندي، ألا يمكن القول في نهاية المطاف إن العملية يعني مثل عربي بسيط، يعني مش رمانة قلوب مليانة، يعني هذه من جهة. من جهة أخرى، أنت تحدثت عن نوعين من الأحزاب، الأحزاب المستسلمة، النوع المستسلم إذا صح التعبير، الذي يريد أن يصل إلى الحكومة بأي ثمن من الأثمان ويتخلى عن القضايا وإلى ما هنالك، وقلت أن صالح طريف يمثله. طب أنا أريد، أنت لا شك تبعت مثلا نظريات ومشروعات عزمي بشارة، وهو من أبرز الأعضاء الموجودين داخل فلسطين المحتلة. عنوان مشروع بشارة الفكري لا شك اطلعت عليه، هو دولة واحدة بقوميتين، أو بمعنى آخر إسباغ شرعية نهائية على اغتصاب فلسطين بشرط الاعتراف الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين الكاملة في المواطنة. كيف يختلف هذا الطرح الذي يعني البعض يطبل له ويزمر له وينشر له في كل الصحف والمنطق الآخر؟ بداية قبل ما أجاوب سؤالينك بدي أوضح 3 نقاط بالنسبة للأخ صادق. هو يقول أن شارون ملتزم ب 242 338. هذا كلمة حق يراد بها باطل. صح. شارون ملتزم بالتفسير الصهيوني للقرارين، ولذلك هو ضد الانسحاب إلى حدود 4 حزيران 67، وهو قال وصرح أكثر من مرة أنه لن يعطي الفلسطينيين أكثر من 40 إلى 45% من الأرض المحتلة 47. 2، هو يقول أنه لن يكون يهوديا، وأنا بقول له لا، لن يكون يهوديا، لكن الصهيوني ليس شرطا أن يكون يهوديا. هناك صهاينة من جنسيات مختلفة، كل من يوافق على المشروع الصهيوني بأبعاده الحقيقية هو صهيوني. يعني تريد أن تقول أن صالح طريف صهيوني بالممارسة. بالممارسة يعني، وإن لم يكن صهيوني بالنسب. 3 أميز لك بيه. اسمح لي. نعم. إذا أنا صهيوني فإيش أنت يا أخ عوني؟ نعم. أنت الآن تخدم المصلحة الصهيونية أكثر من أقوالك وأفعالك بهذه الأقوال الغير مسؤولة. لا. إذا أنا صهيونيا فأنت بوذيا. مش عم بقول لك؟ سيدي ارجع في كلامك، لأنه يجرح، وهذا كلام سيء ويعود بالسوء لكل مواطن عربي أصيل. عفوا. أنت سيء في أقوالك، وحتى إذا كنت لا تعني ذلك. عفوا، أولا أنا لست لا سيء. أسمح بمثل هذه الأقوال والألفاظ أبدا. الواقع يقول أن كل من أيد المشروع الصهيوني أنت لا تستطيع أن يكون لك طابع على الواقع بأبعاده. لن تكون ولن يكون لك طابع على الواقع. لا هذا واقع. يعني كثير من العالم، تشرشل يعتبر صهيوني لأنه أيد المشروع الصهيوني. ليس شرطا أن يكون الإنسان يهودي. في هناك يهود ضد الصهيونية، نعم تشومسكي، وكثير من اليهود ضد الصهيونية. ليس شرطا أن يكون الإنسان يهوديا ليكون صهيونيا، هذا بالمطلق. 2، التمييز الواضح بين ما يطرحه عزمي بشارة جوابا على سؤالك وما يطرحه المستسلمون. أن صحيح أنا لا أتفق مع عزمي بشارة في كامل طروحاته، ولكنه هو يحرج هذا المشروع الصهيوني ويفضح عنصريته كما تفضل السيد محارب عندما يقول أن هناك دولة عنصرية لا تعطي العربي حقوقا كاملة ولا تعترف بالأقلية العربية كأقلية قومية. هو فعلا يفضح عنصرية دولة إسرائيل. من هنا إيجابية عزمي بشارة وتأييده. لكن أن عزمي بشارة يقول بالتسليم، عزمي بشارة ينطلق من واقع أن هذا واقع صعب تغييره، أنا لا أتفق معه، لأن الواقع غير مستقر، الواقع يتغير. طيب. الأقلية طب إذا لا تستطيع تتغير. تغييره ماذا تفعل؟ لا، أنا أقول أنا أراهن على الزمن. أنا إذا تابعت المشروع الصهيوني، المشروع الصهيوني تشكيل انتخاب شارون مؤشر على أزمة المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني
كأي مشروع استعمار استيطاني لابد أن يواجه أزمته. كتابات كثيرة في العالم الآن أن المشروع الصهيوني يواجه أزمته، وأنا أراهن على التطور العربي. الإخوان في الأرض المحتلة 48 لا يستطيعوا أن يغيروا الواقع لوحدهم، هم جزء من واقع عربي، جزء من واقع قومي. أنت تراهن يعني أنت تراهن على الواقع العربي. طيب أنا بدي أقرأ لك بس شغلة سريعة هيك، فاكس من صلاح خوجلي إعلامي سوداني يقول: ماذا يضير إذا اشترك في داخل إسرائيل في حكومة إسرائيلية ما دامت إسرائيل حقيقة واقعة تتعامل معها الكثير من الدول العربية أو كل الدول العربية؟ في رأيي أن في تمثيل عرب الداخل فيه على الأقل ضمانة لعرب الداخل بشيء ولو قليل من الحقوق، فأيهما أحسن، شيء قليل أو لا شيء بالمرة؟ القضية يا عرب أكبر من هذا، وحتى نعرف ماذا نريد وكيف نجتمع على ما نريد ستظل إسرائيل تلعب بالعرب كقطع الشطرنج. هذا الكلام غير دقيق، لأنه العرب في الداخل أدرى بوضعهم، مقاطعتهم الانتخابات مؤشر. العرب في الداخل ليس في وضع استاتيكي، إنما هو وضع ديناميكي متحرك، وبدأ يتحرك ويأخذ بعده الوطني الصحيح. ولذلك اللي تفضل فيه السيد محارب كان كلام منطقي، أن العرب في الداخل يرفضوا أن يمثلهم إنسان يريد أن يدمجهم دمج تبعية في الواقع الصهيوني. سيد طريف، لدي مشاركة عبر الإنترنت يعني من السيد جاسم من السعودية، يقول: أريد أن أسأل ضيفك من القدس إذا كان يتعرض للاضطهاد كحال باقي الفلسطينيين، أم أنه بهذه الطريقة قد حمى نفسه وقد حصل على حياة كريمة والباقي دبر حاله؟ لا أبدا، أنا مسرور لهذا السؤال. أنا عانيت من الاضطهاد ومن التمييز العنصري، وحتى أني اتهمت بالخائن في البرلمان الإسرائيلي من قبل أعضاء حزبي اللي ترك لحزب آخر حينما قمت بمحاربة وزير الأمن الداخلي في حينه في حكومة نتنياهو الذي كان اسمه كهلاني في قضية جبل هار حمال المسمى، عندما قام الاستيطان اليهودي ببناء حارة في أحد جبال شرقي القدس، جبل غنيم. ولهذا أقول بأن أنا كنت كذلك أعاني من هذا التمييز ولا زلت أعاني، ولكن أنا أريد أن أنوه ببعض الكلمات. يعني يذكرني الأخ بجملة قصيرة بقضية بأن العرب تجاهلوا، العالم العربي تجاهل دولة إسرائيل وقيامها سنة 48 فترة طويلة، وهل تلاشت يعني دولة إسرائيل وسقطت في المحيط؟ يعني وإذا تجاهلنا الكيان الصهيوني نحن ولم نحاربه من الداخل ومن البرلمان ومن الحكومة، فإن هذا الكيان يعني سيقف عند هذا الحد؟ لا أدري. نحن في الداخل لنا قوتنا. اليوم العالم العربي، أنا قبل ما أن أرشح نفسي أريد أن أقول هنا في الجزيرة بأني تشاورت واستلمت بعض النصائح من الزعماء العرب داخل إسرائيل وأصحاب الفكر داخل إسرائيل وحتى في القيادة الفلسطينية، وشجعت لهذا الموضوع لأني سأكون داخل الحكومة ليس لا ورقة تين ولا ورقة عنب ولا ورقة رمان. سأكون صالح طريف عربي داخل الحكومة، أمثل من يريد أن أمثله ولا أمثل من يرفض ذلك. طيب زين العابدين عبد الله النمسا، تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أقول للأستاذ طريف أنه ليس من الأحلام أن يأخذ العرب في داخل الكيان الصهيوني حقوقهم في يوم من الأيام، كما أنه ليس من الأحلام أن يأخذ العرب في الخارج حقوقهم أيضا وتقوم دولة لهم فيما تبقى لهم من 22% من أراضيهم بدون مستوطنات، بدون أي واحد يهودي فيهم. كما أنه ليس من الأحلام أيضا أن تتحرر كل فلسطين بإذن الله. كما أنه ليس من الأحلام أن تتوحد كلمة العرب في فلسطين كما قال الأخ محمود محارب. يا أخي أنا لا أدري كم عمرك، ولكني أعذرك، لأنه بعد 50 عام من الاحتلال الصهيوني لفلسطين ما الذي يمكن أن تكون قد تعلمته في المدارس هناك؟ ما الذي يمكن أن تكون تعلمته في المدارس هناك؟ طيب. هل تريد مثلا أن تكون مثل اليهود في أمريكا الذين هم رغم أقليتهم يسيطرون على الحكومات الأمريكية المتتابعة، وذلك لتغلغلهم في كل نواحي الحياة وأهمها سيطرتهم على النواحي الاقتصادية؟ هل تأمل أن تتحكم كعربي مثلا في مستقبل هذه الدولة المبتدعة؟ لا ولن
لا تفعل ولن تفعل طيب. إن شاء الله إلا بتحرير البلاد إن شاء الله. شكرا سيد عبد الله من النمسا. السياسي العربي أحمد الطيبي، حركة التغيير، تفضل يا سيدي. شكرا على اتصالكم، وأضم صوتي إلى ضم الذين يهنون أبناء شعبنا بعيد الأضحى المبارك. فيما يتعلق بانتخاب الأخ النائب صالح طريف وزيرا في حكومة شارون، أولا صالح طريف عربي طبقا للانتساب والنسب، وطبقا لكونه مندرج من طائفة عربية درزية. لا أحد يستطيع أن ينتزع العروبة عن أحد، ولكن نختلف في الطرح السياسي والممارسة. هناك تيارات وهناك أحزاب داخل الأقلية العربية في الجليل والمثلث والنقب. نحن نختلف مع العرب المنتمون إلى الأحزاب الصهيونية تحديدا تاريخيا، الليكود، العمل وحزب ميرس. صالح منتمي لحزب العمل، وقد انتخب من قبل أعضاء المركز اللي غالبيتهم، وصالح يعترف بذلك، من الأعضاء اليهود داخل المركز. ولذلك أنا أقول أن بالرغم من أنه عربي، المشاركة هي ليست مشاركة العرب في حكومة شارون، لأننا لا كجماهير عربية فلسطينية انتخبنا الأخ صالح طريف ولا انتدبناه، وإنما من انتدبه هو حزبه، حزب العمل. قد يكون ذلك إنجازا شخصيا حزبيا لصالح طريف، وهو كذلك داخل حزب العمل، ولكن هنا تنتهي القضية الشخصية وتبدأ القضية العامة. القضية العامة أني كنت أفضل أن يبقى صالح طريف على موقفه قبل حوالي 3 أسابيع، الذي عارض فيه حكومة وحدة وطنية برئاسة شارون وعضوية زئيبي وليبرمان، وقال فيهما كلاما صحيحا آنذاك بأنه هذه الشخصيات والممارسات والأحزاب هي أحزاب فاشية. وبما أنني لا أعتقد أن شارون أو زئيبي أو ليبرمان تغيروا منذ 3 أسابيع حتى هذه اللحظة، فلذلك أخذ على الأخ صالح طريف تغيير موقفه من ناحية المشاركة. طيب سيد أحمد الطيبي، هل أنت يعني من حيث المبدأ ضد وصول وزير عربي إلى حكومة إسرائيلية، أو مثلا المشاركة في حكومة إسرائيلية؟ سؤال بسيط يعني وساذج. لا، هو مش سؤال بسيط وساذج، سؤال مركب ضمن واقعنا الذي نعيشه. في شيء اسمه الخطوط الأساسية العريضة لكل حكومة. كل حكومة لها خطوط عريضة. وفي بند ثاني وهو قد تناسى البعض، ما يسمى بالية الجماعية على قرارات هذه الحكومة. على فكرة الوزير ونائب الوزير يتحملون المسؤولية الجماعية. لذلك الأخ صالح طريف يدرك عند دخوله هذه الحكومة أنه يتحمل مسؤولية مثله مثل شمعون بيريس أو بنيامين بن العزر أو داليا إتسك في أي خطوة وأي سياسة تتبعها هذه الحكومة، إما ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل أو ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. إذا زاد الحصار، وإذا استشهد طفل أو امرأة أو اغتيل مسؤول فلسطيني، أو تم دخول مناطق ألف وصالح طريف موجود في هذه الحكومة، طيب. سيتحمل المسؤولية الشخصية. يعني تريد أن تقول بعبارة أخرى أن مثلا نواف مصالحة أيضا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا مسؤول عن الكثير مما ارتكبته وزارته من جرائم بحق العرب. ها من جهة أخرى يعني أنا لدي كلام لحضرتك سيد الطيبي. كنت تناضل دائما من أجل أن يصبح عربي وزيرا في حكومة إسرائيلية. قلت ذات مرة بنوع من التهكم الشديد لمجلة تايم، قلت يبدو أن العربي لا يصلح لأن يكون وزيرا، في إشارة إلى استبعاد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للعرب من هذه الوزارات. يعني ما الذي تغير الآن لنبدأ نتحدث بطريقة أخرى؟ لا أنت أتيت باقتباس مشوه من كلمة لي في الكنيست عندما عرض باراك حكومته وذكر اسم نواف مصالحة نائبا للوزير. بالرغم من معارضتي آنذاك لدخول نواف مصالحة نائبا للوزير، قلت أن حزب العمل على مدى 50 عاما حتى شخصياته وفاعليته داخل الحزب العمل العرب ينتقص من مقدارهم. وبالرغم من معارضتنا المبدئية صحت في باراك، وهذا الاقتباس تبع التايم، العربي عندك نائب الوزير وأقل من ذلك. ولذلك هذه ليست
مطالبة، وأنت فهمت الكلام بشكل طيب. مضبوط. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك جزيل الشكر. تريد أن ترد؟ أنا أوضح نقطة. الخلاف حول مضمون الوزارة قلتها من البداية وأكدها السيد أحمد الطيبي. الموضوع أن هذه الوزارة قادمة لمهام خطرة جدا. وسيد طريف سيكون عبارة عن ورقة توت أو ورقة عنب لستر أعوار أو عورات هذه الحكومة الصهيونية القادمة. لكن هو قال كلمة وآخذها عليه. قال إذا اقترفت هذه الوزارة جرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني في الأرض المحتلة 48 أو 67 سيستقيل. أريد أن أسجلها عليه لنحاسبه عليها. هل سيفي بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه، أم أنه سيمضي مع مصالحه ومع طموحاته الشخصية الذي جعلته يتحول بين عشية وضحاها؟ هذه الوزارة لن تتغير. طيب دقيقة واحدة سيد، لدينا يعني في كم من المكالمات أرجوك. سيد سالم جبران من فلسطين، تفضل يا سيدي. مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. أحب أولا أن أؤكد أن الأقلية العربية الفلسطينية في داخل دولة إسرائيل هي جزء لا يتجزأ، جزء حي ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني ومن الأمة العربية. ذنبنا الوحيد أننا لم نرحل ولم نسمح للاحتلال في سنة 48 أن يرحلنا من مدننا وقرانا وأراضينا، ولكن نحن في وضع خاص يختلف عن بقية أجزاء الشعب العربي الفلسطيني، لأننا منذ 48 وحتى الآن نعيش داخل دولة إسرائيل كمواطنين، كأقلية قومية عربية فلسطينية. عانينا ولا نزال نعاني الأمرين من التمييز، وكل الأحزاب العربية وكل القوى الشعبية العربية تقول بأننا نعاني من التهميش، من عدم اشتراكا فعليا في الحياة السياسية والاقتصادية العامة في الدولة. دولة إسرائيل بنهجها العام منعت خلال 52 عاما العرب أن يكونوا شركاء في القرار، أو أن يكونوا في الحكومة، أو أن يكونوا في المحاكم العليا، أو في أي مؤسسة من المؤسسات التي تقرر الأمور في الدولة. ونحن نحارب ضد التهميش، نحن نحارب ضد وضع نحن فيه محكومون ولسنا شركاء. ولكن عندما تأتي حالة ويصل عربي إلى منصب نائب وزير أو إلى منصب وزير، نرى البعض من الإخوة في داخل مجتمعنا في الداخل وفي العالم العربي يرون في ذلك أمرا رهيبا. أولا أنا ممكن أوضح؟ طيب يبدو كمان انقطع الاتصال. سيد طريف، السيد طريف منذ دائما طيب. أخ فيصل، نعم، شو السبب عندكم دائما الخط بنقطع لما بيكون الكلام إيجابي يعني من ناحيتي؟ يا سيدي لا القطع يعني الخط ينقطع لأسباب فنية، أؤكد لك ذلك، وكان بودي أن يستمر السيد يعني القاسم وحتى السيد سالم جبران. أؤكد لك حتى يعني أنا عندي مشكلة نعم. في سماع الصوت. تفضل. طيب شو يعني قضية غريبة، ولكن أريد أن أنوه فقط لو سمحت حتى طبعا. يعود الأخ سالم جبران. طيب. وأنا أصر أن نسمع جميع كلامه. نعم. لأنه أحد الكتاب والأدباء الكبار في مجتمعنا في إسرائيل، المجتمع العربي. يعني أنا أقدر مواقف الأخ أحمد طيبي، وما ذكره ربما أغلب مقبول عليه، ولكن هل يذكر الأخ أحمد طيبي عندما حارب من أجل الدخول إلى لجنة الخارجية والأمن؟ وهل تعلم بأن أول عربي دخل لجنة الخارجية والأمن كان هاشم محميد؟ صح. ولم تقوم الأرض وتقعد. وهل تعلم من هي لجنة الخارجية والأمن؟ بماذا تتعامل؟ هي تسمع أسبوعيا تقارير أمنية ومن الرؤساء الاستخبارات الإسرائيلية ورجال الأمن في الدولة، وهي جزء متمم للجهاز الأمن الإسرائيلي. طيب مع ذلك هاشم محميد، ومع ذلك لا أحد وصفك بأنك ورقة توت. لا أحد يتكلم. نعم لأن هاشم محميد جاء من حزب، لأن الأخ صديقي العزيز هاشم محميد جاء من إطار عربي أصيل، حزب عربي، ولم يجيء من حزب صهيوني. ولكن صالح طريف لم يقبل قبل ذلك بالدخول لجنة الخارجية والأمن. وهل تعلم بأن غيره، وكان الأخ أحمد طيبي في حين وأنا أتذكر عضو نشيط وفعال من حزب الأخ عزمي بشارة، هو والأخ عزمي كانوا حزب واحد. يعني أنا أستغرب وأقول يعني لماذا هذه التهجمات؟
سمعنا الأخ سالم جبران يقول نحن نحارب من أجل الوصول إلى كل القمم السياسية في إسرائيل بما فيها محكمة العدل العليا. وعندما نصل نهاجم بعضنا البعض. أشكرك جزيل الشكر. سأعطيك المجال سيد فرسخ. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد موجز للأنباء من غرفة الأخبار. إلى اللقاء. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. سيد عوني فرسخ. الحقيقة احتجاج السيد صالح بالسكوت على دخول هاشم محاميد لجنة الخارجية والأمن، واحتجاجه بالسكوت على تولي السيد نواف مصالحة نائب رئيس الوزراء ليس صالحا لأن يتخذ حجة له، لأن لكل مقام مقال. الذي حدث أن العرب في الأرض المحتلة 48 بنسبة 80% قاطعوا الانتخابات. إذا كان هناك موقفا شبه إجماعي عربي ضد وزارة شارون، فأن يأتي بعد ذلك بعد هذا الموقف ويقبل أن يكون عضوا في هذه الوزارة يكون قد خالف الموقف الذي التزمت به أكثرية الفلسطينيين. ثم إن احتجاجه بأنه جاءته مباركة من بعض أفراد السلطة الفلسطينية أيضا ليس حجة، بدليل هنأه الرئيس عرفات مباشرة عبر الهاتف، وهنأته بعض الدول العربية من خلال مبعوثيها. والرئيس عرفات هنأ شارون بفوزه بالانتخابات. هل معنى ذلك أن الرئيس عرفات يجيز سياسة شارون ويقبل وسياسته؟ لا، الرئيس سياسة عرفات يمارس دورا سياسيا. صحيح. ومجاملات سياسية. هذه المجاملات السياسية لا يجوز أن نرتب عليها أو أن موقفا سياسيا صحيح ونسقط عليها موقفا سياسيا. أخ فيصل، هذا الدخول بس دقيقة. أيوه. هذا الدخول مرفوض من الأكثرية بدليل المكالمات التي جاءت في غير صالح هذا القبول. صحيح جاءت بعض المقابلات في صالحه، لا نعدم. أنا قلت أنه يمثل قطاعا، لم أقل أنه وحيد مقطوع من شجرة. هو يمثل قطاعا مصلحيا يبحث عن مصالحه ومستعد أن يتنازل عن الحقوق الوطنية. بس أنا ممكن أسألك سؤال بسيط؟ هل تعلم نسبة العرب الذين يصوتون عادة في الانتخابات البلدية والشؤون البلدية في إسرائيل كم؟ 95% من العرب يصوتون. تعرف لماذا؟ لأنهم في مصالح. 95% من العرب يصوتون في الانتخابات البلدية لأن بيضبطوا لهم مي وكهرباء وبنية تحتية وإلى ما هنالك من هذا الكلام. يعني إذا لماذا مثلا تتهم جزء معين بأنه له مصالح ولا تتحدث عن 95% من عرب الداخل الذين أيضا يتصرفون حسب مصالحهم؟ يجب أن نميز ما بين التصويت في الانتخابات وما بين أخذ موقف سياسي. التصويت في الانتخابات غالبا في العالم الثالث مرتبط بمصالح، وجهات اجتماعية لها مصالح بتصوت. لا يمكن أن نأخذ التصويت في الانتخابات دليل على موقف سياسي، بدليل أن اليمين العربي دوما ينجح في الانتخابات. صحيح. لأن الناس مصالحها معه. صحيح. أما الموقف السياسي هو قبول منصب سياسي، وهذا المنصب جاء بعد رفض الأكثرية العربية وحتى اليسارية الإسرائيلية. طيب. هذا الاعتراض هو القائم. طيب. سيد طريف. أخ فيصل تفضل. أخ فيصل تفضل. أولا أنا أحترم الجزيرة وأحترم هذا البرنامج، وأصر وأطلب بأن يرجع الهاتف إلى الأخ سميح القاسم وإلى الأخ سالم جبران سنحاول إلى آخر كلامه زي ما استمعنا إلى غيره. لا ستستطيعوا. طيب. لأنه يعني يتراءى وأنكم قطعتوا المكالمة. أؤكد لك سيد طريف، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن لدينا مشكلة في هذه الخطوط. أؤكد لك أن لدينا مشكلة وليس هناك لم تقع مع الأخ ممدوح من مشكلة غزة. مشكلة فنية. طيب. أؤكد لك. طيب أوكي أقبل ذلك، ولكن دعني بعض الملاحظات. يعني يتكلم الأخ عن قضية المصالح. هل يعني قضية المصالح هي قضية مخجلة في السياسة في الديمقراطية؟ يعني الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في الولايات المتحدة لا يبني أسسه على مصالح اجتماعية اقتصادية للفئة أو الطبقات الفقيرة أو الغنية؟ هل هذا خجل؟ وأنا أريد أن أؤكد له بأنه أنا أمثل قطاع شريف وعريض وكبير من المجتمع العربي، وإن كانت هنا وهناك بعض التفوهات يعني من بعض السياسيين، فهنالك الأكثرية التي تريدنا أن نأخذ مكاننا وبقوة داخل الجهاز السياسي الإسرائيلي من أجل مصالحنا، وهذا مش عيب.
ومن أجل مصالح شعبنا، وهذا مش عيب. وأنا أرفض كل كلام آخر، وأريد أن أنوه وأقول أنت تعلم بأن العرب في إسرائيل صوتوا من أجل زعيم حزبي الصهيوني باراك 95% منهم. من يصوت إلى زعيم حزبي 95% يرفض أن أكون جزء من هذا الحزب؟ يعني ما هو المنطق؟ قل لي، فهمني. صحيح. يعني هل يمكن خلق اسمح لي بعد ما خلصتش، بعد جملتين. طيب. أنا بدي أقول، اسمح لي يعني كل هذه الأشياء أنا لا أؤكد هذا عذرا، بل أقول حتى مع حكومة شارون، هل تعلم ويعلم الإخوان بأنه في الوسط العربي من رؤساء السلطات المحلية بلديات، ومن الشخصيات البارزة ورجال الأعمال، ومن أعضاء كنيسة العرب ومن الحركة الإسلامية شخصيات قالوا لن يرفضوا قضية الانضمام إلى حكومة شارون، ليس من داخل حزب العمل اليساري، بل مباشرة تعيينا من شارون إذا طلب وإذا أسند إليهم ذلك، ولكن من ناحية قانونية لا يستطيعون القيام بذلك. طيب. هذا كان مشهور ومعروف. سأعطيك المجال بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. سيد طريف، قلت أنت ليس من العيب بأي حال من الأحوال أن نعمل من أجل مصالحنا، يعني الجميع يتصرف حسب مصالحه، هذه حقيقة. لكن أنا أريد أن أقول ماذا حققتم من كل هذه الضجة والمشاركات إلى ما هنالك؟ ونحن سمعنا مثلا أحد نائب وزير الخارجية سيد مصالحة يشتكي ذات مرة، قال هل يعقل أنه لا توجد أنظمة صرف صحي في قرية نائب وزير الخارجية؟ هذا من جهة. من جهة أخرى نرى أن الجالية العربية والأقلية العربية في فلسطين المحتلة يعني تعامل معاملة سيئة للغاية، هم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة. الإنفاق الذي ينفق على القرى والمناطق الإسرائيلية يفوق يعني مرات عديدة الإنفاق الذي ينفق على المناطق العربية. ماذا حققتم؟ يعني تتحدثون عن مصالح إلى ما هنالك. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، قلت أنت أن من خلال دخولك حكومة شارون، من خلال دخولك حكومة شارون، فإن هذا شارون يعني يكفر عن ذنوبه. وهل تعتقد أنه بسماحه لك أن تدخل هذه الحكومة الإسرائيلية يكفر عن مجازره الكبيرة صبرا وشتيلة قبية إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ لماذا تفوهت بمثل هذا الكلام سيد طريف؟ لا، أولا لا يغفر عن ذنوبه، وكل يعني احنا نتكلم عن شارون ملطخ بالدماء وكيف كان باراك وبن العزر، وكل يعني هذا معروف، كانت حرب وكان صنع من صنع، وهذه الأمور معروفة. أنا لم أقصد هذا الموضوع. نعم. ولهذا أنا أقول أنا لا أدخل حكومة شارون بإذن من شارون، أنا ممثل لحزب وممثل لقطاع داخل هذا الحزب وهو القطاع العربي، وأنا انتخبت أولا وبقرار من هذا القطاع، دخلت إلى المنافسة ووصلت إلى ما وصلت إليه كوزير عن حزب وليس بإذن أو شرط من شارون. هذا أولا. ثانيا، عن سؤالك الأول، لا شك بأنه لا زلنا نعاني من الإجحاف في حقوقنا في جميع المجالات، وكان حقيقة هنالك تغيير يعترف به الجميع. بدأ هذا التغيير أيام حكومة رابين، وشعرنا بتحسن في السياسة الإسرائيلية، في الاستثمارات في الوسط العربي، في التطوير، في حقوق المواطن العربي، في كبح جماح التمييز وإلى آخره. ورجعنا إلى الوراء أيام حكومة بيبي نتنياهو. والحقيقة أيام حكومة أيام حكومة نتنياهو وأيام حكومة باراك لم يحصل تقدم، ولكن قرر برنامج بحوالي 5 مليار شيكل للوسط العربي ل4 سنوات. أتأمل والآن وأنا أعلم بأن حزب العمل مع الليكود قد قرر أو اتفق بالأمس أن أكون رئيس لجنة وزارية لشؤون العرب في إسرائيل كي نقدم هذه البرنامج التطويرية. طيب بس يا سيد طريف، كيف تكون مسؤولا عن شؤون العرب إذا كانت التسمية الإسرائيلية لك في الاختيار أو التعيين، سميه ما شئت، وزير غير يهودي وليس عربي، لا يعترف بأنك عربي؟ أخي فيصل، دائما حاولوا أن يفرقوا بين الدروز العرب وبين البدو والعرب وبين الآخرون، وقالوا وعملوا طوائف وإلى آخره، ويتكلمون بهذه اللغة، وهذا صحيح. ولكن أنا في أول كلماتي بعد انتخابي، وعندما أعلن سكرتير الحزب رعنان كوهين بأنه يمثل الغير يهودي أو الأقليات، قلت أولا أبعث تحية إلى أعضاء مركز حزب العرب. طيب. وثانيا إلى كل مواطن عربي أنا أريد أن أبغي أن أمثله. طيب. لا يعنيني ما يقولون، لكن يعنيك ماذا ستقوم به، وهو السؤال. سيد فرسخ باختصار، لدي كلمات. نعم. السؤال باختصار جدا. لسنا ضد المصالح من حيث أن النائب يحقق مصالح أو الوزير يحقق مصالح أو النائب. دائرة الانتخابية. السؤال هو الثمن المدفوع لقاء المصالح. صحيح.
الثمن المدفوع لقاء المصالح صحيح هناك مصالح تحققت، مصالح تحققت وقد تتحقق، ولكن الثمن المدفوع هو إجهاض أو محاولة هو الثمن. إجهاض هل تنازلنا عن مواقفنا الذي طرأ في الشارع العربي. طيب سيد مصالحة، أنا سيد طريف، أنا لم أقاطعك مطلقا. طيب. تفضل تسمح، ولم أتكلم كلمة وأنت تتكلم. طيب. ماشي، خلينا ناخذ كما عامل. طيب يا جماعة، الثمن الذي دفع من مقابل هذه المصالح هو الثمن الذي نعترض عليه، ولا نعترض على شخصه ولكن على دوره. طيب السيد هاشم المحاميد عضو لجنة الأمن والخارجية، تفضل السيدي. مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. مساء الخير، هلا بك. أولا دعني أقول أن هناك محاولة جهل أو محاولة تجهيل أو خلط أوراق اللي فيه استهتار بعقلنا وإهانة لذكائنا. طيب. كيف يزاج باسم هاشم محاميد كعضو لجنة من لجان الكنيست المختلفة وكأنها وزارة أو كأنها حكومة؟ لماذا لم يزاد بلجنة الداخلية في الكنيست والتي تسمع تقارير من الشرطة أو من الأمن الداخلي أو لجنة مراقبة الدولة والتي قرأها هاشم محاميد سنة 92؟ كان يعني سيد محاميد، يعني تريد أن تقول أن وجودك في هذه اللجنة ليس بنفس الأهمية وبنفس الخطر أو بنفس يعني لا لمثل وجود مثلا صالح طريف في وزارة؟ أخ فيصل، لا، والسؤال فيه أيضا مغالطة. لا يوجد في لجان هذه لجنة من لجان الكنيست التي يجب ألا ندعها أو ندع جدرانها عنصرية. يجب أن نقرأ وأن نهدم جدران الكنيست العنصرية. أما وأقول لك أيضا أنه نحن طبعا نلعب ضمن لعبة الديمقراطية الإسرائيلية بين أقواس داخل الكنيست الإسرائيلي، لكننا يجب ألا نكون جزءا من اللعبة التنفيذية الحكومية وأن نكون وزراء في هذه الحكومة. وأود أن أقول لك، إذا كان السيد الوزير السيد صديقي وزميلي صالح طريف إذا كان فعلا يرى أن حجته أنني في هذه اللجنة أو تلك، فيقول لك هاشم محاميد أنه على استعداد من صباح اليوم التالي باكرا أن يتنازل عن كل اللجان. شريطة أن يتنازل السيد طريف عن منصبه الوزاري هذه الوزارة. طيب بس دقيقة سيد محاميد، كيف ترد على الذين يقولون أن مشاركتك في لجنة الخارجية والأمن تعني المشاركة أو التصديق على خطط الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والعرب والتغاضي عن القمع أو تبريره والتورط في الدفاع عن مرتكزات السياسة الخارجية الإسرائيلية، وأي سباحة من هذا الكلام الذي تتفضل به هي نوع من الوهم ليس إلا؟ نعم، أيضا أقول للمدعين أو القائلين ذلك أن لجنة الخارجية والأمن هي لجنة فيها لجان فرعية لا يشارك أو يمنع هاشم محاميد من المشاركة فيها، ولكن كانت القضية مبدئية، هو كسر الجدار العنصري. قد أترك هذه اللجنة اليوم أو غدا، ولكن القضية مبدئية، يجب أن لا تكون الكنيست. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا سيد محاميد، يعني كلام مهم جدا بأنك مستعد للتنازل. للأسف الوقت يداهمني. السيد سلمان فخر الدين من الجولان السوري المحتل، تفضل يا سيدي. مساء الخير أولا لك ولضيفك أستاذ فيصل. برا واحد يقول شغلة هامة جدا. عرب الجبر الفلسطيني ظلموا 50 عام، لذلك أقول أنا أعتبرهم في الكتيبة الباقية في خندق المواجهة منذ 47 وإلى الآن. أما بشأن موضوع الانخراط في السياسة الإسرائيلية، فيبدو من اللهجة أن المستمع يفهم أن العرب الداخل يتحملون مسؤولية وجود إسرائيل والدفاع عنها، وهذا ظلم أعتقد أكبر من الواقع نفسه. أما هنالك حالة من التناهي على الأحزاب الصهيونية ومع الحياة السياسية الإسرائيلية من بعض الجهات، ومنهم السيد طريف. السيد طريف الآن يعيش حالة تراجع عنها العرب منذ يوم الأربعاء 70، بحيث بدأ حزب العمل ينحسر عن المجتمع العربي في الداخل، لكن السيد طريف يحافظ على مكانه في هذا الحزب. الخطأ ليس خطأ سيد طريف أو غيره، الخطأ هو خطأ بالأساس منهاجي. حتى في هذا البرنامج أنتم تبحثون عن كم المشاركة العربية في السياسة الإسرائيلية وليس عن شكلها ومضمونها، وهذه أنا برأيي مسألة أساسية جدا. فلا زالت الحركة الوطنية في الداخل تعاني من عفوية القيادة وشرذمتها
وهذا الذي يحتاج عليه ايضا السيد طريف، لكنه للاسف هو يدلق الطفل مع الماء. يعني اذا كانت الادوات السياسيه التي يستعملها الاخوان العرب القياده خطا، فهو يرمي كل هذا مع سوا. القضيه الاساسيه هي ايجاد استراتيجيه للعمل العربي في الداخل تتناسب مع مقدراتها وتتناسب مع امكاناتهم، وهذا ما قيل في برنامجك اخ فيصل، اهل مكه اضرب بشعبها. القضيه التي اعتقد هناك خطا عند السيد طريف، يجب ان نعمل في سياستنا العربيه الاستقلال عن الاسرائيليين في الثقافه واحيانا حتى في الاقتصاد بينهم. طيب هذا يعني دليل آخر على أنه هناك انقطاع، والسيد يعني كان يتحدث ضد السيد طريف. تريد أن تعلق على هذا الكلام؟ سيد طريف لك تعليق؟ بقي لدي دقيقة بينك وبينك. السؤال ماذا عمل أسمع كلام لأسباب فنية. نعم. ماذا عمل نواف مصالحة غير تسويق سياسة باراك العدوانية؟ وأتوقع أن السيد طريف سيعمل بنفس النهج، يعني تقول لتسويق وتغطية ترويج سياسات شارون باللغة العربية أو تغطية عليها. طيب سيد طريف باختصار. طيب يا اخوان، اولا اعطونا فرصه وبعدين حسبونا. لم يبقى لدي الا نصف دقيقه. انا قلت نصف دقيقه. نحن لنا مواقف ونقولها بالعبريه كما نقولها بالعربيه، ولا نخشى احدا، وسنقف عند هذا الموقف، وبالاخص شعبنا يعرف مواقفنا، وكفى تصريحات وكفى ظلم والتهجمات. سنقول لليهود في إسرائيل وللقادة ما هي مواقفنا وما هو الحق باللغة العبرية وصراحة، ولن نخجل بذلك، ولن ننتظر من أحد أي علامة، ولا نقبل أي سؤالات أو أي احتجاجات على مواقف نعيشها من خلال تواجدنا في دولة أكثريتها الديمقراطية المقررة هي من اليهود. أشكرك جزيل الشكر. للأسف الشديد يعني أشكر مئات الأشخاص الذين شاركوا عبر الإنترنت، لكن للأسف الشديد يعني لم أستطع أن أخذ الكثير منها. لم يبقى لنا إلا أن نشكر ضيفينا الكاتبة والباحث عوني فرسخ، وعبر الأقمار الصناعية من القدس الوزير العربي صالح طريف. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين ها هو فيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء.